بتقول لي يا رب تشوفي رسالتي علشان أنا بعتّها وبجد محتاجة أتكلّم معاكِ أوي. أنا عندي 31 سَنة، بس اللي يشوفني يقول عندي مثلًا 24، 25. المهم إن مش سِنّي مش باين عليّا أوي يعني. المهم اتعرّفت على واحد في الشغل عنده 27 سَنة، وهو حبّني جدًا وأنا كمان حبّيته جدًا، رغم إنه ما يعرفش سِنّي في الأول، وبعدين كنت خايفة إن هو يبعد عني، لإنّي حابّاه أوي، وكل يوم بادعي ربنا إن هو يحصل معجزة من السما ويبقى من نصيبي. المهم في يوم قُلت له على سِنّي وكده، هو سِكِت شوية، سِكِت شوية يعني قلّق شوية، بس بعدها اتمسك بيّا وما اعترضش خالص، وفضل يقول لي: "أنا باتعامل معاكِ أنتِ مش مع سِنِّك." وقال لمامته، ومامته وافقت وفرحت جدًا، وحسيت فعلًا إن هو عوض ربنا ليّا. المهم بقى أنا باقلّق منها بقى، فيالّا نشوف المهم بقى بتقول إيه المهم بقى. المهم بقى قابل اخواتي واتعرّف عليهم، واتفقوا إن هو هييجي يوم الجمعة الجاية، وأنا كنت هاموت من الفرحة. وامبارح يعني هي لسه باعتة لي الرسالة أصلًا، يعني الموضوع ده لسه إيه، طازة كده. المهم بتقول لي: "وامبارح طول الليل كان معايا في الفون، وهو عمّال يقول لي أنا باحبِّك ومش هاسيبِك وأنتِ عوض ربنا ليّا." والكلام ده كلّه، وكلام بقى كان مخلّيني ما كنتش عارفة أنام بقى من كتر ما حلاوة الكلام. هناخد الصدمة دلوقتي. ومن أول ما صحي الصبح وهو بيكلمني وِحِش أوي وبحدية جامدة أوي، وقال لي: "بابا مش موافق عليكِ عشان فرق السِن اللي بيننا وأنا مش عارف أعمل إيه، كلمي أهلِك واعتذري لهم." وراح قفل في وشي السكة، وكسرني أوي وحياة ربنا. حسسني إن أنا كنت باحلم في حاجة مش من حقي، وحسسني إن أنا كنت في حلم وحد دلق عليَّ مَيّة ساقعة وصحّاني من النوم. ومش عارفة أعمل إيه، ومش قادرة أتخيّل إن هو كل حاجة نسيها كده، ونسي كلامنا ونسي حُبّنا ونسي خروجاتنا ونسي كل حاجة إحنا قُلناها، ونسي كل الاتفاقات، نسي كل ده في ثانية. صحي من النوم قال لي: "مش عايزِك." أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا آسفة لو طوّلت عليكِ، بس ادّيني حل عشان بجد أنا هاموت وعايزة أبقى كويسة ومش عارفة أعمل إيه. أولًا احمدي ربنا إن هو مش من نصيبِك، لإنه مش راجل من الآخر يعني، ده عيّل حد بيودّيه وحد بيجيبه، ماما وافقت، بابا لأ ما وافقش. لأ هو مش بياخد قرار من دماغه، هو مش بياخد قرار من نَفْسه، فده عيّل. فكويس إنِّك سِبتيه أصلًا أو هو سابِك، فالحمد لله. لسه ربنا نصيبِك ما جاش، لسه نصيبِك ما جاش. حبيبتي ما تزعليش، أكيد ربنا هيعوّضِك بشخص يحافظ عليكِ ويقدّر قلبِك، وما تزعليش على ده خالص أصلًا. ولو ده بيحبِّك ما كانش سابِك، هو مش قد المسؤولية ولا يستاهلِك أصلًا. أنتِ جميلة وتستاهلي حد جميل زيِّك، وده مش من نصيبِك، وأكيد ربنا هيعوّض عليكِ باللي أحسن. اللي اتقي ربنا فيكِ ومهما تحصل مشاكل، ده باعِك في ثانية، باعِك من غير ما تحصل حاجة. ده صحي الصبح يقول لِك أنا مش عايزِك، باي باي مع السلامة. فأنتِ تقولي له باي باي مع السلامة وتدّي له كده بالشلوت، تطيّريه من حياتِك خالص، خالص. ولو رجع يلاقي الباب مقفول، واوعي ترجعي له تاني خالص مهما حصل، ومهما كنتِ بتحبيه هتنسيه، لإن ده مش قد المسؤولية وده مش راجل. بس وعايزة أقول لِك على حاجة كمان، هو ممكن يكون الله أعلم يعني لا مامته وافقت عليكِ ولا باباه رفض ولا أي حاجة، ولا هو أصلًا فاتحهم في الموضوع، بس هو علشان يخلع ويبيّن إن هو إيه، إن هو مش السبب في البُعد والكلام ده كلّه، وإن هو كان متمسك بيكِ ولولا الظروف والكلام ده كلّه. لأ، فأنتِ بقى تحطّيه فين، تحطّيه في الcombination بتاع وتشدّي عليه السيفون وخلاص، تقولي له باي باي ولا تعرفيه تاني. والله.